السلام عليكم، معكم شيوات الساخي. كنتمنى ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. اليوم البنات كما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم هذا المسمن بواحد الطريقه اللي كتخليه كله مورق وكيجي رائع. وهنا البنات غادي نشارك معكم الجينواز بثلاثه ديال البيضات، كيجي رطب وما كيتهرس ما والو، ناجح 100%. قبل ما ندوزو المقادير وطريقه التحضير ما تنساوش تدعموا القناه ديالي، ديروا لايك وتشتركوا فيها وتبارطاجيوها مع الاهل والاحباب ديالكم. الله يجازيكم بخير. بالنسبه للمقادير عندي جوج زلايف ديال الفينو وزلافه ديال الفورس، عندي واحد القبيصه ديال الخميره، شويه ديال السكر سنيده وشويه ديال الملحه. هذا الشيء اللي غادي نحتاجو. صافي هنايا بالنسبه للخميره البنات كنديروا غير واحد القبيصه باش ما تخماتش لينا العجينه. وبالنسبه لهاد العجينه غادي نجمعوها بالماء بارد. صدقوني البنات هذا المسمن كيجي رائع وكيجي مورق وكيجي غزال بزاف. بالنسبه للبنات درت انا الفينو والفورس، يعني كنكثروا الفينو اكثر من الفورس، حيت كاين اللي كيدير المسمن وكيديروا غير في الفورس باش يجي مورق، بالعكس كاين اللي كيديروا غير في الفينو بوحدو. فايت ليا شاركت معكم واحد الطريقه ديال هذا المسمن في القناه ديالي، ولكن دابا غادي نشاركها معكم بالطريقه ديال الوالده ديالي. صدقوني راه كيجي هذا المسمن مورق وكيجي رائع البنات وكيجي كله مورق. بسم الله على بركه الله. نعجنوا العجينه ديالنا. ها نتوما كما كتشوفوا معايا كتعجنوا العجينه مزيان. عند العجانه دير هذا المسمن في العجانه. انا فضلت انني نعجن بيدي. صافي هنايا زربت الفيديو. صافي غادي نعجن العجينه ديالي مزيان وغادي ندلكها وغادي نتلاقاو ان شاء الله. صافي بالنسبه للقوام ديال العجين راه كيكون رطب. بعد ما كندلكوه كنجيبو شي منديل وكنغطيو العجينه ديالنا وغتخليوها ترتاح. صافي بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا غادي ناخذوها نشكلوها، نديو فيها كويرات صغيورين البنات، صغيورين ماشي كبار، باش نوريكم الطريقه. غيكونوا صغيورين بزاف. ها نتوما كما كتشوفوا معايا غادي نستفهم في هذا البلاطو وغادي نخليهم مره اخرى البنات حتى كتطلق لينا العجينه وكترتاح باش يسهل علينا نورقوا المسمن ديالنا. صافي بعد ما ارتاحت لينا العجينه غادي ندوزو باش نشكلوها. ها نتوما كما كتشوفوا معايا هنايا عندي واحد شويه ديال الزيت وواحد شويه ديال الزبده. انا خلطت الزيت والزبده البنات. زبده اللي كانت عندكم في الدار، مارغرين ولا اي زبده عندكم في الدار. وعندي هنايا الفينو باش غادي نرش المسمن ديالي. يعني كاين اللي كيدير ساشي ديال الخميره ديال الحلوى، انا ما درتهاش حيت درت شويه ديال الخميره ديال العجين. صافي غادي نسرح العجينه ديالي. غادي نديرو شويه، غادي نرشوا البنات بشويه ديال الزبده والزيت وشويه ديال الدقيق كما كتشوفوا معايا. ها نتوما غادي نمشي نطلق وحده اخرى. راه هاد الطريقه كيجي بها المسمن مورق البنات وكيجي رائع وكيجي غزال بزاف. تبعوا معايا غير الطريقه. صافي كنرش كما قلت لكم بالزبده وكنرش بالفينو وكنجيبو هذيك اللي طلقنا كنحطوها على الاولانيه. ها نتوما كتشوفوا بغيتو ديروا ثلاثه ديروهم، بغيتو ديروا غير جوج ديروهم. انا درت هنايا بالنسبه لي درت غير جوج. صافي غادي نطلق مزيان وغادي غادي نطلقهم مزيان. غادي ثاني نرش بالزبده ونرش بالفينو. الزبده والزيت راه كندير غير شويه ما كنكثرهاش. صافي وغادي نطوي المسمنه ديالنا. ها نتوما كما كتشوفوا معايا غادي نخليوها ترتاح. غادي ندير وحده اخرى. غادي نطلقوا الاولانيه. راه ملي كيرتاح لينا العجين راه كيسهل علينا نطلقوه، حيت كنعرفوا البنات ان الفينو الا كثير ماشي بحال الفورس راه دغيا كيتجبد اما هاد المسمن الفينو كتخليوه غير كتدلكوه مزيان وكتخليوه يرتاح راه كيجي ما كيتقطع ما والو. صافي كنطلقوا وحده اخرى. انا طلقت جوج مسيمنات، جوج كويرات. غادي نرش الاولانيه بالزيت والزبده وغادي ندير شويه ديال الفينو وغادي نجيب ديك الثانيه غادي نحطها عليه. ها نتوما البنات شفتوا الطريقه كتجي رائعه البنات وكيجي المسمن ديالنا مورق وكيجي غزال ورطب. ما كيجيش داك المسمن اللي كثير فيه الفرص وكيكون كيضر. هذا البنات راه ما كيضرش حيت اكثريه فيه الفينو. صافي
كنحاولوا اننا نجمعوها. يعني طريقه البنات راها ساهله بزاف. صافي هنايا بعد ما كنشكلوا المسمن ديالنا كامل كنخليوه يرتاح وكندوزو دابا باش نطيبوه. هنا البنات سمحوا لي على التصوير حيت انا شاده تليفون بيديا بيد وحده وكنطيب بالثانيه حيت ما عنديش فين نحط التليفون هنايا فين كاين الفران عندي. هذاك الشيء علاش كيبان لكم بحال هكا. صافي هانتوما كطيبوا المسمن ديالكم عادي وكتبقاو تقلبوا فيه. هانتوما شتيو راه كيتنفخ وكيكون مورق. البنات صدقوني هاد الطريقه ديال هاد المسمن غادي تعجبكم ان شاء الله. وكتجي يعني الطريقه اللي هي سهله وكتعطينا واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف. صافي كنبقاو نقلبوا في المسمن ديالنا حتى كيطيب وكيتحمر. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه ديال المسمن اللي عندنا. راه دغيا كيتحمر ودغيا كيطيب. هنا البنات هانتوما بعد ما كنطيبوا المسمن ديالنا كيجي مرق كما كتشوفوا معايا قدام عينيكم. كنتمنى انكم تجربوه. وهنا غادي ندوزو باش نحضروا كما قلت لكم الجينواز. هنا البنات بالنسبه لهذا الجينواز هذا كنحتاجو فيه 3 ديال البيضات. غادي نحتاجو هنايا واحد الكاس مع مرش ديال السكر سنيده. غادي ندير واحد الكاس ديال الدقيق الفورص وعندي خماره وحده. بالنسبه لهاد الخميره ديال الحلوه ما غاديش نديرها كامله، غادي ندير غير واحد المعلقه صغيره. وهنا عندي واحد الساشيه ديال الفاني. هنا غادي نديرو هاد 3 البيضات غادي نهرسوهم كما كتشوفوا معايا وغادي نضيفوا معاهم واحد القبيصه ديال الملحه. صدقوني يا البنات هاد الجينواز راه كيكون ناجح وكيجي رائع بزاف وما كيتهرش ملي كنلويوه. هنا غادي نديرو داك الكاس مع مرش ديال السنيده وغادي نطربوا هاد الشيء مزيان حتى يولي لنا هاد البيض مع السنيده بحال الكريمه. هنا غادي نديرو داك الساشيه ديال الفاني. بالنسبه للبنات هاد الجينواز هذا الا بغيتو يصدق لكم ما تعطلوش في الفران والفران كنكونوا شاعلينه من قبل. صافي كنستمروا كنطربوا مزيان البنات البيض مع سنيده. كنأكد عليها الا بغيتو الجينواز ديالكم ينجح لكم راه خصكم تطلعوا البيض والسنيده حتى يوليو لكم بحال الكريمه. ها نتوما شفتوا القوام ديالو كيكون بيض وكيكون طالع مزيان. هنا غادي نضيفوا واحد 2 المعالق ديال الزيت الروميه. ها نتوما شفتوا القوام ديال الخليط كيجي. راه كما قلت لكم الجينواز الا بغيتو ينجح معكم ضروري ما تطلعوا البيض والسنيده. هنا غادي ندير غير 2 معالق ديال الزيت الروميه. صافي هنايا غادي نخلطوا غير شويه باش تدخل لينا هاد الزيت مع هاد الخليط هذا. هنا البنات هاد الخليط هذا راه كيبان لينا بحال الكريمه كيجي شويه عاقد وكيجي بيض. وبالنسبه للبيض خصكم تخرجوه من الثلاجه قبل. هنا غادي نضيفوا واحد شويه ديال القشور ديال البرتقال او ديال الحامض. هنا غير الا بغيتو تنسموا هاد الجينواز هذا اما تقدروا ما تضيفوا حتى شي حاجه. صافي هنا كنزولوا هذاك الطراب ما بقيناش غادي نستعملوه وغادي نجيبوا هذاك الكاس ديال الدقيق ديال الفورص كنغربلوه. صافي هنا ما كنضيفوش داك الكاس دفعه واحده كنبقاو نضيفوه غير شويه بشويه وكنبقاو نخلطوا. صافي هنا كما كتشوفوا معايا كنبقاو نخلطوا غير بشويه بشويه حتى كنكملوا هذاك الكاس ديال الدقيق اللي عندنا. بالنسبه للبنات هنا غادي نضيف واحد شويه ديال الخميره. هاد الخميره هادي ديال الحلوه راه ما كاملاش كنضيفوا تقريبا غير واحد المعلقه صغيره حيت انا فايت لي استعملت منها شويه. داكشي علاش يعني ما ديروش خميره ما ديروش ساشيه كامله ديروا غير معلقه صغيره. صافي كنبقاو نخلطوا شويه بشويه. هنا صافي كنتاكدوا بلي هذاك الكاس ديال الدقيق دخلناه مزيان وكنبقاو نحلوه شويه نشوفوا ياك ما بقاوش لينا هذوك الحبيبات ديال الدقيق ولا ديال الخميره. والصراحه البنات هذا الجينواز راه كيكون ناجح كما كتشوفوا معايا القوام ديالو. صافي هنا بالنسبه للفران غادي نشعلو عليه 160 درجه. غادي ندخلوا الجينواز ديالنا غادي نخليوه حتى كيطيب. هنا باش ينجح لكم كما قلت لكم الجينواز ديالكم ما تعطلوش في الفران. صافي هنا بالنسبه للاطا انا عندي هاد اللاطا ديال الفران كتلبسوا ليه هاد الورق ديال الطبخ. صافي وكنحاولوا اننا نوزعوه كامل على اللاطا كيتساوى لينا وكنضربوا شويه باللاطا كندخلوا الجينواز ديالنا حتى كيطيب. هنايا البنات بعد ما كتخرجوا الجينواز ديالكم من الفران باش ما يجيكمش قاصح كتحطوا شي فوطه كبيره كتقلبوا عليها الجينواز كتحيدوا ليها هاد الورق ديال الطبخ وكتحاولوا تلويوه في داك المنديل
باش ما يجيكمش قاصح. صافي بعد ما كتوجدوا الكريمه باش غادي تعمروا، ان شاء الله غادي نشارك معكم شي نهار الجينوازه معمره بالكريمه. كتعمروا بالكريمه او كنديروا ليه غير المربى ديال المشماش وكنضيفوا عليه الكوك. صدقوني البنات كتجي واحد الجينواز اللي كيكون رائع وكيكون غزال بزاف. كنتمنى ان هاد جوج الوصفات ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم. ومره اخرى البنات ما تنساونيش بالدعم القناه وتبارطاجيوها مع الاهل والاحباب ديالكم. الله يخلي لكم ما عز عليكم. وهذه هي هادو هما جوج الوصفات اللي قدمت لكم اليوم. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. ومع السلامه مع شي وصفه جديده ان شاء الله باذن الله.